عمري ما كنت أتخيل إن أنا ممكن أحب جوز بنتي ويحصل بينا علاقة. أيوة زي ما سمعته. أنا اسمي سناء، عندي 40 سنة. جوزي متوفي بقاله 5 سنين، وعندي بنت واحدة متجوزة. وبما إني بعد وفاة جوزي بقيت عايشة في الشقة لوحدي، طلبت من بنتي وجوزها إن هما يجوا يعيشوا معايا في الشقة، وقلت لهم إن الشقة كبيرة عليا وتعالوا عيشوا معايا وعاود تسلوني وترحمكوا شوية من الإيجار اللي بتدفعوه، لأن هما كانوا ساكنين إيجار. وفعلا وافقوا وجم عايشوا معايا في الشقة، وكانت حياتنا طبيعية جدا، وكنت بتعامل مع جوز بنتي على إنه زي ابني، وما كانش في أي مشاعر ناحيته خالص. لحد ما في يوم كنا سهرانين مع بعض وبنتفرج على فيلم، وبعدين قالوا لي خلاص احنا كده هنخش ننام، وفعلا دخلوا أوضتهم. وأنا فضلت سهرانة شوية قدام التلفزيون، وخلاص حسيت إن أنا فصلت وعايزة أنام. قمت أدخل الحاجات اللي كانت موجودة على الترابيزة في المطبخ، وعديت من قدام الأوضة بتاعتهم. ولكن فجأة سمعت صوتهم وهم نايمين مع بعض. كان صوت بنتي عالي قوي. حسيت قد إيه إن هي مبسوطة، وحسيت قد إيه إن جوزها ده قوي جدا. وأنا اتسمرت مكاني ومبقتش قادرة أتحرك، وافتكرت ذكريات زمان وافتكرت جوزي. فطبعا علشان ما لفتش نظر حد أو حد يسمع صوتي، خدت بعضي، طلعت جريت على اوضتي ودخلت وقفلت على نفسي الأوضة، وفضلت أفتكر في جوزي وبعدين فضلت أتخيل إن جوز بنتي معايا أنا. كنت متضايقة من نفسي جدا، لكن الموضوع ابتدى يتكرر، وكل يوم بعد ما بيدخلوا بقيت بقف جنب الأوضة وأسمع الصوت، وكانت أعصابي بتبقى سايبة جدا ومش بقدر أتحرك، وبفضل واقفة شوية لحد ما تقريبا بيخلصوا، وبدخل أوضتي زي كل يوم وبقعد أتخيل وافتكر جوزي، وبعد كده اتخيل ان جوز بنتي معايا انا، لدرجة ان انا وصلت لمرحلة ان انا بقيت بحسدها وبغير منها. من هنا بدأت قصتي، وحسيت ان انا آه، بقيت متعلقة بجوز بنتي جدا ومستكترة على بنتي وعايزاه يبقى ليا انا. معرفش ده حصل ازاي ولا حصل ليه. يمكن علشان انا لسه صغيرة وحلوة. انا كان اللي يشوفني يديني يقول لي مثلا انت عندك 30 سنة، لاني كنت حلوة جدا وبهتم بنفسي، وما كانوش بيعرفوا يفرقوا بيني وبين بنتي. يعني ما كانوش بيعرفوا خالص ان دي بنتي انا، كانوا بيفتكرونا اصحاب. وانا زي ما قلت لكم شكلي حلو جدا وكنت بهتم بنفسي قوي. ومن هنا ابتديت اخد راحتي في البيت قدامهم، وقدام جوز بنتي بالذات بقيت بلبس لبس مكشوف شوية. لكن هو ما كانش واخد باله مني خالص، علشان هو كان بيحب مراته قوي. ولكن جت في فترة بنتي تعبت جدا، وكان الدكتور منعهم ان هم يعملوا العلاقة. فطبعا لما الفترة طولت ابتدى جوز بنتي ياخد باله مني، ولقيته بيبصلي بصات انا مش متعودة عليها منه. ساعتها فرحت جدا وحسيت ان هو اخد باله مني، وحسيت ان الدكتور او كلام الدكتور اللي قاله جه في صالحي انا. وفعلا ابتدى يبصلي على اماكن فيا كده، وبيبص على البطيخة بتاعتي ومركز معايا قوي. وكمان لما بدخل المطبخ او بحاول اعمل حاجة، كان بيجي يقول لي انا ممكن اساعدك، وبيعمل نفسه بيساعدني وبيحاول يلمسني. انا طبعا كنت بعمل نفسي مش واخده بالي، بس انا كنت فرحانه جدا، لان هو خلاص اخد باله مني، وحسيت ان هو ابتدى يفكر زي ما انا بفكر بالظبط. وبنتي طبعا كانت في الاوضه زي ما قلت لكم، ان هي لما وقعت حصل لها كسر في الحوض. فطبعا كان ممنوع يحصل بينهم اي علاقه، وهي كانت على السرير مش بتتحرك. فطبعا كنت واخده راحتي شويه، بس قلت لا انا لازم اتقل عليه شويه علشان اخليه يستوي كده زي ما بيقولوا. وفعلا ابتديت اعمل كده وكل ما قرب مني كنت بعمل نفسي مش فاهمه وببعد عنه. وبقيت بحس عينيه كده كانت زي ما قلت لكم، كان مركز معايا قوي، وبالذات مع البطيخه بتاعتي. المهم
بعد فترة ابتديت أحس إن هو خلاص مش مبقاش قادر خالص. فطبعا أنا كمان كنت يعني مش مستحملة أي حاجة، بس كنت عاوزاه هو اللي يقرب وهو اللي يبدأ كلام. وفعلا في يوم بنتي كانت تعبانة جدا وخدت العلاج بتاعها، وبعد ما عشتها يعني وكده. وطبعا أنا دخلت أخدت الشاور بتاعي وخرجت، دخلت على الأوضة بتاعتي. فضلت قاعدة شوية، لقيت جوز بنتي داخل ورايا. قلت له في حاجة وكده، وأنا طبعا كنت عارفة هو داخل ليه. فقال لي أنا بنتك نامت يعني وكده، وأنا مش عايزة أزعجها وأفضل قاعد في الأوضة، فقلت أجي أقعد معاكي شوية. فقلت له خلاص، طب تعالى نقعد في الصالة. فقال لي لا خلينا قاعدين هنا. قلت له لا خلينا نقعد في الصالة. وفعلا طلعنا قعدنا في الصالة وفضلنا نتكلم شوية. لقيته بيقول لي هو انتي مش بتفكري تتجوزي؟ فطبعا انا ضحكت وقلت له لا طبعا خلاص انا كبرت وكده. راح قال لي لا كبرتي ايه، ده انتي اللي يشوفك يقول عليكي اصغر من بنتك. فضحكت كده واتكسفت شويه وقلت له بطل اللي انت بتقوله ده علشان انا بتكسف. قال لي لا على فكره انا بتكلم بجد. ده انا لو ما كنتش اتجوزت بنتك كنت اتجوزتك انتي. ما اعرفش عقلي كان فين. فطبعا انا بقيتش عارفه ارد على الكلام اللي هو بيقوله. وطبعا بنتي كانت نايمه زي ما قلت لكم، وانا وهو لوحدنا في البيت يعتبر. فقلت له انت عاوز ايه بالظبط؟ قال لي بصراحه انا الفتره اللي قال عليها الدكتور دي كبيره قوي، وانا خايف اقرب منها لا يحصل لها حاجه. فقلت له لا طبعا انت ما ينفعش تعمل كده علشان ما تتعبش اكتر. راح قال لي طب والعمل ايه يعني اتجوز عليها؟ فقلت له تتجوز عليها ليه؟ انت مش قادر تستنى لحد ما تخف وتبقى كويسه؟ قال لي بصراحه لا انا مش قادر. قلت له طيب خلاص كفايه كده علشان انا عايزه اخش انام. قال لي بس انا مش جاي لي نوم، خليكي قاعده معايا شويه. قلت له لا انا خلاص تعبت وهدخل انام، وانت كمان خش نام جنب مراتك بس ما تصحاش. وفعلا سبته ودخلت الاوضه، وانا عارفه هو بيفكر في ايه. وانا كمان كان نفسي قوي في الموضوع ده، بس زي ما قلت لكم كنت بحاول اخليه يبقى مش على بعض علشان يبقى مشتاق لي قوي ومرهوف عليا قوي. معرفش انا كان عقلي فين ساعتها، ولا كنت بعمل كده ليه. معرفش، بس حسيت ان انا نفسي في الحاجة دي قوي. وكنت مستمتعة بفكرة ان انا آه، بلعب على اعصابه. وفعلا ما عداش ربع ساعة بالظبط ولقيته داخل ورايا الأوضة وقفل الباب. قلت له انت ايه اللي جابك هنا تاني؟ قال لي بقولك ايه، انت عارفة وحاسة بكل حاجة، وانا بصراحة مش هطلع من هنا. قلت له انت مجنون، بنتي تسمع او تاخد بالها. راح قال لي لا انت عارفه ان بنتك نومها تقيل قوي، ده غير ان هي تعبانه. ولقيته فجاه كده راح قرب مني وخدني في حضنه كده وبدا يمسك الرمان بتاعي ويعصره في ايده. هو اول لما عمل كده انا نسيت نفسي ورحت في دنيا تانية. وابتدى يمشي ايده عليا كده، وانا طبعا كنت في دنيا تانية خالص ومش حاسه بنفسي. رحت قلت له طب اقفل الباب بالمفتاح وتعالى. وفعلا قفل الباب بالمفتاح ورجع قرب مني تاني وابتدى يخلعني كل حاجة. وطبعا أنا أعصابي ثابت خالص، وما كنتش حاسة بأي حاجة غير إن أنا كنت فرحانة جدا، وما كنتش عايزة يبطل اللي هو بيعمله. وفجأة كده لقيت المسائل عنده بقيت كبيرة. طبعا أنا من المنظر دخت كده ومبقتش عارفة أقف على رجلي وقعدت على السرير. والمسائل عنده كانت فعلا الحجم كان غير طبيعي. وقلت في عقلي بالي كده، قلت هي بنتي كانت بتقدر تستحمله ازاي؟ فطبعا هو ما كانش قادر يستنى خالص، وفعلا ابتدى يتعامل معايا. وانا كنت في دنيا تانية خالص، بس كنت ماسكة نفسي ومش عايزة اطلع صوت خالص علشان بنتي ما تصحاش. وفعلا عمل معايا العلاقة وفضل معايا في الأوضة حوالي ساعة أو ساعة ونص. مش عايز يسيبني خالص.
وبعد ما خلصنا قعدنا برضو شوية مع بعض، وقعد يقول لي أنا كنت بفكر فيكي من زمان ومش عارف ايه اللي حصل لي. قلت له أنا كمان بصراحة كنت قصدي أعمل كل اللي حصل ده وكنت بخليك مش على بعضك. راح قال لي يعني انتي كنتي قصدة تعملي فيا كل ده؟ قلت له اه، علشان انا بصراحة حبيتك، او عارفة ان ده غلط وعارفة ان ده حرام، بس اعمل ايه؟ كنتش قادرة استحمل اسمع صوتك انت وبنتي مع بعض. آه، وانا مش قادرة اتحرك من مكاني لما كنت بسمع الصوت. و- وفعلا بعد ما اتكلمنا شوية راح قام وتعامل معايا تاني. لدرجة إن في اليوم ده قعدنا حوالي بعد الساعة ونص ما خلصوا، وهو ما كانش عايز يطلع من الأوضة، واحنا كنا مطمنين لأن بنتي زي ما قلت له كانت تعبانة وكانت تافهة علاج كتير، فطبعا ما كانتش هتصحى دلوقتي خالص، فكنا واخدين راحتنا. وابتدى يتعامل معايا تاني، وكل ما نخلص يرتاح معايا شوية وبعدين نرجع نكمل. فضل قاعد معايا لحد الفجر واحنا بنعمل الموضوع ده. بجد كنت سعيدة جدا، وكنت حاسة ان انا في دنيا تانية خالص. وابتديت اخير من بنتي جدا حتى بعد ما خفت. وانا كنت بحاول او كنت بقول له انا مش عايزك تقرب منها. راح قال لي انا كمان مش ببقى عايز، بس انتي عارفة بنتك وهي بتحب الموضوع ده خالص زيك بالظبط، تقريبا وراثة. رحت قعدت اضحك كده وقلت له انا عايزك ليا لوحدي، وانا بقيت بخير منها. وفعلا بقينا بنعمل كده، يعني كل وقت بنبقى فيه لوحدنا في الشقة كنا بنعمل كده. ولما كانت بنتي بتطلع تجيب طلبات من البيت أو تروح السوق، طبعا كانت بتقعد حوالي ساعة أو ساعتين، وكنا بنعمل الموضوع ده مع بعض. أو قبل ما تيجي كنا بنقعد عادي في الصالة وكأننا بنتكلم عادي وما حصلش أي حاجة. ولسه لحد دلوقتي بنعمل كده مع بعض. انا عارفه ان كل ده غلط وحرام، بس انا ما قدرتش استحمل وما قدرتش امسك نفسي. ما بقتش عارفه اتصرف ازاي واوقف اللي انا بعمله ده.